قصص حقيقية لأشخاص جنوا آلاف الدولارات من يوتيوب والذكاء الاصطناعي. هل تصدق أن في أشخاص بدأوا من لا شيء وجنوا آلاف الدولارات شهرياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو عبر قنوات يوتيوب بأفكار بسيطة؟ هل تصدق أن هناك أشخاصاً بدأوا من لا شيء وحققوا دخلاً شهرياً جيداً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو أفكار بسيطة على يوتيوب؟ في هذا الفيديو سنستعرض 3 قصص نجاح حقيقية لأشخاص استخدموا هذه الأدوات لتحقيق دخل ثابت. إذا كنت ترغب في معرفة كيف يمكنك البدء بنفسك، تابع الفيديو حتى النهاية. القصة الأولى: حمزة، قناة يوتيوب أوتوميشن تحقق دخل ثابت باستخدام الذكاء الاصطناعي. حمزة استخدم ما يعرف اليوم بيوتيوب أوتوميشن، وهي استراتيجية تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديوهات كاملة، بداية من كتابة سكريبت وصولا إلى الصوت، الفيديو والمونتاج. فمثلا لكتابة سكريبت الفيديوهات كان يستخدم تشات جي بي تي، أما لتحويل النص إلى صوت احترافي فكان يعتمد على أدوات مثل 11 لابس أو بلاي اتش. ثم يصمم الصور المصغرة واللقطات عبر كانفا أو ميد جورني، ويحرر الفيديوهات باستخدام برامج تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل رانواي أو بيكتوري. أحد أشهر فيديوهاتي كان عن موضوع حقائق مذهلة عن العقل البشري. الفيديو هذا وحده حقق أكثر من 500 ألف مشاهدة، وكل القناة كانت على هذا النمط: محتوى ثقافي، سهل الفهم، مؤثر بصرياً، وكله تم إنشاؤه باستخدام AI. اليوم حمزة يملك أكثر من قناة، وكل قناة تحقق له بين 2000 إلى 4000 دولار شهرياً من الإعلانات فقط، غير الأرباح من التسويق بالعمولة والرعايات. الخلاصة من القصة: نجاح حمزة يؤكد أنك لا تحتاج إلى كاميرا فخمة أو استوديو أو حتى أن تظهر بنفسك. كل ما تحتاجه هو فكرة، شغف، وأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة. القصة الثانية: أليكس وصناعة الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي. أليكس، شاب يبلغ من العمر 32 عاماً، قرر تحويل شغفه بالموسيقى إلى مصدر دخل ثابت. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل آيفا وأمبر ميوزك وسونو AI، بدأ في إنشاء مقاطع موسيقية وفيديوهات قصيرة. قام بتحميل أعماله على منصات مثل يوتيوب وسبوتيفاي وآبل ميوزيك، وحقق دخلا شهريا يصل إلى 300 دولار، موزعة بين الإعلانات على يوتيوب، المدفوعات من سبوتيفاي وآبل ميوزيك، وبيع حقوق استخدام موسيقاه. الدروس المستفادة: استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تسريع عملية الإنتاج وتقليل التكاليف. التوزيع على منصات متعددة يزيد من فرص تحقيق الدخل. القصة الثالثة: قناة يوتيوب آلية تحقق 7,000 دولار شهرياً. قناة سوبر إيموشنال ستوريز هي مثال على النجاح الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات مثل DeepSeek AI، أنشأوا محتوى عاطفياً مؤثراً مع نصوص مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورسومات متحركة، وتعليقات صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي. في أقل من 4 أشهر حققت القناة أكثر من 46 مليون مشاهدة، وجمعت أكثر من 21 مليون مشترك، وحققت دخلا شهريا يصل إلى 7,000 دولار. الدروس المستفادة: التركيز على محتوى مؤثر وجذاب يمكن أن يحقق نجاحا كبيرا. استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج يمكن أن يزيد من الكفاءة ويقلل من التكاليف. الخاتمة:
كما رأينا، هناك العديد من القصص الناجحة لأشخاص استخدموا الذكاء الاصطناعي أو أفكار بسيطة على يوتيوب لتحقيق دخل شهري جيد. إذا كنت ترغب في البدء بنفسك، فابدأ بتحديد فكرة واضحة واستخدم الأدوات المتاحة، وكن مستمرا في تحسين محتواك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإذا كان لديك أي استفسار أو فكرة لفيديو قادم أو شرح الأدوات المذكورة، اترك تعليقا أدناه. شكرا لمشاهدتك، ونراكم في الفيديو القادم.